ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تشربوا الشاي معايا. هنعمل مع بعض النهاردة 3 أنواع من البسكوت، ناعم ودايب وطعمه تحفة وريحته جايبة آخر الدنيا. هنعمل بالمكسرات والقرفة، وهنعمل معانا كمان بالشوكليت شيبس مع القهوة. وهقول لكم كمان اللي بالشوكليت شيبس ده أحلى من الكوكيز وأسهل كمان، يعني هتحبوه جدا وهتعملوا كل الحاجات ديت بنص كيلو دقيق بس. وكمان هنعمل محشية جبنة عشان الناس اللي بتحب تاخد حاجات يعني حادقة مع الشاي، يبقى كله موجود. بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله. هنبدأ معانا دلوقتي نص كيلو دقيق مع معلقة سكر، أو 500 جرام دقيق على معلقة سكر، 1 بيكنج باودر، وكمان 1 فانيليا. طبعا لو عايزة تستغنى عن الفانيليا عادي، بس أنا بحب أضيف للمعجنات كلها فانيليا بصراحة، بتدي ريحة حلوة قوي في البيت، وكمان بتديكي يعني ايه إحساس كده الحاجات الحلوة. ورشة ملح صغيرة خالص. ومعانا 250 جرام زبدة أو ربع كيلو زبدة، 1 زبادي و1 بيض. ممكن نحتاج كمان بيضة وممكن لأ، لما نعجن هنشوف. الزبدة نكون مطلعينها قبلها بشوية، هتكون تحسي ان هي سايحة شوية. هنحاول يعني ايه نعجنها كويس جدا مع الدقيق لحد ما يبقى زي الرمل يعني. شفتي لما بنيجي نعمل ال- الكحك نبس الزبدة مع الدقيق لو هنعمله على البارد، او هنبس الزبدة مع الدقيق شوية لحد ما يبقى زي الرمل. لو اول مرة تتابعوني، ده مطبخ سعاد، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واعملوا شير كتير عشان القناة تكبر بيكم، وابعتوا الفيديوهات لحبايبكم اللي بيحبوا البسكوتات. هنحط 1 زبادي و1 بيض ونعجنه الاول. ممكن تكون البيضة صغيرة، ممكن تكون الزبادي اصغر، فيعني ايه لو حسيتي ان هي محتاجة ضيفي 1 بيضة، مش محتاجة خلاص. انا حاسة لسه فيها دقيق، فانا هضيف كمان 1 بيض. ونلمه بس ما نعجنش، علشان من يعني ايه ما يشدش مننا، كمان عشان الجلوتين اللي في الدقيق ما يعملش زي العيش كده. بس كده يعني نلمها بس زي ما انتوا شايفين من غير عجن. هتحسوا ان هي قاسية شوية، بس هو ده المطلوب. هنغطيها نص ساعة ونركنها على جنب لحد ما نشوف هنحشيها ايه. معانا مكسرات لوز وعين جمل. عندك فول سوداني؟ انا حطيت لوز وعين جمل بس كنت محمصاه في الميكروويف، يا ريت لو مش متحمص حمصي، لانه ما بيتحمص يبقى ليه طعم تاني مختلف شويه. ومعلقتين سكر. وكمان انا ضفت قرفه بس الكاميرا كانت واقفه. والعجينه بتاعتنا يعني ايه هتيجي تبططيها محتاجه ايه يعني ورقه زبده عشان تتفرد معاكي ويكون وشها ناعم شويه. ويستحسن بالنشابه او الرول بتاع العيش، لان هي هتبقى قاسيه شويه معاكي. نحاول نظبطها على قد ما نقدر على شكل مربع، وما تكونش سميكة قوي، يعني تكون ايه سمكها تقدري تتنيه، يعني مش اللي هي سميكة قوي ومش اللي هي تتقطع منك وانت بتتنيها يعني. تعالى اوريها لكم كده، اقدر اتنيها عادي. هنحط معانا معلقتين زبدة او معلقة كبيرة، ونفردها على وش العجينة. لو ما فيش عندك زبدة ممكن بياض بيضة، المهم اي حاجة تمسك المكسرات عشان ما تقعش من العجينة بتاعتنا. ممكن بياض بيضة واضربيها كويس جدا برشة فانيليا، وادهني بها وش العجينة، وبعدين حطي مكسرات. هي كده كده العجينة بتاعتنا فيها زبدة كفاية، فيعني ايه لو مش حابة تضيفي زبدة عشان تمسك المكسرات ممكن بياض بيضة.
بعدين هنرش المكسرات بتاعتنا. حابة تحطي اكتر، حابة تحطي ايه، مظبوط زي ما تحبي يعني، كده كده هيمسك معاكي يعني. هنتنيها، مش هنعملها رول، هنعملها تطبيقات يعني، مش هتبقى رول دايرة، هتبقى تطبيقة زي مربع كده او مستطيل. بس هنقفلها كويس من كل اتجاه، هي كده كده العجينة بتاعتها هتقفل معاكي بسهولة، بس حاولي تضغطي عليها عشان ما يخرجش من اي حاجة. ونقطعها طبعا الشكل اللي انت عايزاه، ديت برضو بتاعة التورت عندي، فايه اي حاجة عندك ممكن، لو عندك قطاعة، لو عندك سكينة لها اسنان، اي زي ما تحبي، حابة تقطعيها صوابع او حابة تقطعيها مثلثات مربعات، زي ما تحبي التقطيعة اللي انت حابة شكلها ممكن تقطعيها يعني. بس كده خلصنا تقطيعها، هنرصها كلها في الصينية، ومعانا بيضة ورشة فانيليا وشوية لبن، معلقة واحدة لبن. وندهنها كويس جدا وشها. والفرن بتاعنا يكون والي على 140 من تحت بس الأول، ويا ريت نهدي عليها خالص لحد ما تبدأ تستوي معاكي عشان تبقى مقرمشة وناشفة، لأنها طبعا طبقات من جوه محتاجة تستوي شوية أكتر عن التانيين يعني. وأول ما تستوي من تحت نبدأ نولع الشواية من فوق. هي بتاخد لها في الفرن حوالي ربع ساعة تلت ساعة على نار هادية، وبعدين شوفيها حسيتها لسه سيبيها شوية كمان. ديت التانية معانا جبنة كريمي، حابين تضيفوا اي نوع جبنة تاني عادي، بس انا بقول يعني ايه، هي دي الموجودة وهنقفلها نص نص دايرة. وبالشوكة بقى نعملها بالراحة كده، عشان ايه، هي ناعمة اصلا متقطعش مننا. زي ما انتوا شايفين كده شكلها جميل اصلا ومبتفتحش. هنرص معانا يعني، هنعملها كلها ونرصها معانا في صينية. انا عايزة اقول لكم يبقى طعمها جميل قوي يعني، ايه لو انتي مش بتحبي الحاجات اللي فيها سكر، بيبقى طعمها حلو قوي مع الشاي، لو انتي مثلا عايزة تاخدي شاي مع حاجة جنبه خفيفة، بصراحة طعمها تحفة. حتى لو رققتيها يعني، وهي مش سميكة، رققتها شوية مش بتتفتح ولا حاجة يعني، لان هي مش هتخمر، هي يعتبر زي بسكوت يعني، مش. بس كده، عايزة اقول لكم ان هي شكلها حلو قوي وما بتطلع من الفرن بيبقى طعمها لذيذ قوي. وندينا برضو ببيض والفانيليا ومعلقة لبن. وبرضو الفرن تحمر الاول من تحت، وبعدين نولع الشواية. دي بقى اللي بعدها معانا شوية شوكولات شيبس، تاخدي بقى واحدة مع القهوة كده جميلة. نلم كل الشوكولات معاها، هناخدهم كلهم ما تقلقوش، مش حاجة هتمشي. بس كده. واعمليها بقى زي ما انتي عايزة، كور كبيرة، بسكوتات كبيرة زي الكوكيز كبير، كور صغيرة. انا هعملها كور صغيرة زي ما انتوا شايفينها كده، وارصها في الصينية من غير، مش هنضغطها قوي، هي ضغطة بسيطة خالص خفيفة.
بس كده خلصنا كله وحطينا على الفرن. طلعنا من الفرن، انا عايزه اقول لكم ريحتها جميله جدا، وعملنا كميه كبيره جدا شاي والقهوه والجبنه طعمها اللذيذ بصراحه. يلا تعالوا ندوق. انا عايزاكم تجربوها وقولوا لي ايه رايكم فيها. سهله جدا وبسيطه جدا وهتعجبكم جدا وهتعجب كل اللي في البيت. وعايزه اقول لكم كمان ان هي بتعمل كميه محترمه زي ما انتم شايفين كده. دي اللي محشيه جبنه، وديت الكوكيز بتاعنا. عايزه اقول لكم قرمشه جدا ولذيذه جدا مع كوبايه شاي بقى. يا سلام، حاجه كده الروقان. عايزه اقول لكم جربوها وقولي لي ايه رايكم فيها في التعليقات. ولو اول مره تجربوها، لو جربتوها قولولي، ولو عملتها قبل كده باشكال تانية او حطيتوها حشوات تانية عرفونا. اشوفكم تاني في مطبخ سعاد.